أنا جوزي أحسن واحد بيعمل راتاتوي، أستاذ فيها بس ما بيعرفش يعمل غيرها وبيفضل يذلني بيها. عشان كده قررت ان انا اسرق الوصفة بتاعته واعملها احسن منه. فاستنوا بقى نشوف هيقول ايه في اخر الفيديو. ومش عارفة اكلمكم عن جمال الوصفة ولا ريحتها ولا طعمها اللي يجنن، بس خلوني احكي لكم حكايتها في الحلقة الاولى من سلسلة حكاية اكلة. خلونا نرجع للقرن الثامن عشر أو يمكن قبل كده كمان، في مدينة بروفانس جنوب فرنسا. وكانت فرنسا مشهورة وقتها بالصوصز المميزة اللي كانت بتطبخ لساعات طويلة على نار هادية وبيتزين بيها أطباق اللحم. بس للأسف الأطباق دي للطبقة المخملية، ومش كل المزارعين يقدروا يوفروا أطباق لحم كل يوم. وقتها جت لهم فكرة مبتكرة ولذيذة إنهم يعملوا طبق اقتصادي بس يكون من خضروات مزارعهم بصوص غني بنكهات مختلفة زي مرقة اللحمة المشهورين بيها وقتها. وعملوا طبق الراتاتوي، والصوص بتاعه اللي اتشهر اكتر من الطبق نفسه بسبب انه طعمه مميز وفيه نكهات حلوة كتير ومميزة. عشان كده في ناس كتير بتستخدمه كصوص للباستا. وما كانش المزارعين وقتها متخيلين ان الطبق شهرته هتوصل لانه يطلع على مائدة الطبقة المخملية ويبقى من اشهر الاطباق في فرنسا. وطعمه خيال. طريقته سهلة جدا، هسيب لكم الطريقة بالتفصيل تحت الفيديو.